واخيرا الجانب الايجابي لاي او اس 26 ظهر وتحلت كل المشاكل مع التحديث الجديد. يلا بينا نشوف ايه المشاكل اللي اتحلت. السلام عليكم. ابل خلاص اعلنت عن التحديث الرسمي بتاعها الجديد اللي هو الاي او اس 26.0.1. التحديث ده انا اتكلمت عنه في منشور امبارح ونزلت لكم قبلها ب4 ساعات، وفعلا ابل نزلت التحديث في نفس اليوم. يلا بينا نشوف انت نفسك تحدث ولا ما تحدثش. انا عن نفسي حدثت التحديث الجديد. اقول لك ليه حدثته. اولا عشان انا منزل اي او اس 26، فانت لو منزل اي او اس 26 بدون اي تردد على طول تنزل اي او اس 26.0.1 عشان يحل لك المشاكل اللي اوريدي كانت في الاي او اس 26. كده النقطه رقم 1. النقطه رقم 2، لو انت على اي او اس 18 اي نسخه منه سواء 6 7 6.0.1.7 اي نسخه من الاي او اس 18 خليك عليها لحد كام يوم، لحد ما اعمل لك فيديو ثاني واقول لك التحديث الجديد استقر على ايه. حتى الان انا ليه مثلا تقريبا حتى الان 7 ساعات منزل التحديث، لحد دلوقتي التحديث مستقر جدا. التحديث الجديد مستقر جدا معاي على ايفون 15 بلس. تحديث الصراحه حل المشاكل. اول مشكله حلها هي السخونه، ثاني مشكله حلها وهي استنزاف البطاريه. دول محلهم جامد جدا، حلهم بصراحه في منت التحديث الجديد. فابل بتسمع للمستخدمين بتوعتها بقت تحل المشاكل دي. النقطه رقم 2. النقطه رقم 3، انت حدث وانت ما تحدثش. تحدث تلفونك رقم 1. لو كان عندك المشاكل دي تحدث على طول فورا. انت عندك اي او اس 26 تحدث فورا بدون ما ترجع لاي حد تاني او اي فيديو حتى. رابع حاجه، تحدث انت. وتحدث ازاي؟ تحدث لما تلفونك يكون 100% او اقل من 100% اللي هي 80%. ما تخليش تلفونك يكون سخن. تطلع من على الشاحن خليه يهدى. في ناس ممكن تطلع من على الشاحن وهو 80 يهدى، تروح تحطه جنب 100% وتنزل التحديث. لا، انا مش عايزك تعمل كده. انا عايزك تنزل التحديث اوريدي بعد ما تطلع التليفون من على الشاحن بفتره، تستنى نص ساعه او تلت ساعه لحد ما التليفون ما يبرد وتنزل التحديث بتاعك عشان تتجنب اي مشكله تاني. ومن المشاكل برضه اللي حلها التحديث ده مشكله اللاج بتاعت الكاميرا. تيجي تفتح الكاميرا تقدرش تفتح او تعيد تشغيل الجهاز تاني، لكن دلوقتي مع التحديث الجديد تفتح الكاميرا بسهوله جدا من غير اي لاج. ومن المشاكل اللي حلها التحديث الجديد الضعف وقطع في الشبكه او الاتصال بتاعك. تيجي تتصل على حد بيقول لك فشل الاتصال رغم ان الشبكه موجوده. حلها التحديث الجديد. نسيت اقول لك ان احنا عاملين سلسله اصلا لحل مشاكل الايفون. اي ايفون معاك في مشكله ان شاء الله هتلاقي حلها عندنا على القناه. هسيب لك قائمه التشغيل هنا فوق في الاي او في الديسكربشن تحت، تقدر توصل لها في اي وقت. عملنا منهم 4 حلقات فيهم 4 مشاكل حلناهم حتى الان. واول مشكله في ال4 حلقات دول هي مشكله البطاريه اللي كنت بتعاني منها. فانت لو بتواجهك اي مشكله روح للقائمه دي هتحل لك كل حاجه ان شاء الله. نرجع لموضوعنا ثاني. التحديث الجديد مستقر جدا حتى الان، واستناني بعد كم يوم هنزل لك فيديو ثاني عن التحديث الجديد اللي هو اي او اس 26.0.1. اقول لك فيه التحديث استقر ولا ما استقرش كمان على حسب الايام اللي انا استخدم فيها التلفون. بس كده رايق اسيبك في نهايه الفيديو. بس ما تنساش تنزل تعمل لايك الجميل واشتراكك الاجمد، وتدعي لاخواتك المستضعفين في غزه وفلسطين ان ربنا ينصرهم ان شاء الله. سلام يا رايق.